أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ضيف الاقتصاد، ويسعدني أن أستضيف في حلقة اليوم السيد صلاح الدين الراحلي، المهندس الخبير في الاستثمار في أفريقيا. أهلا ومرحبا بك سيد الراحلي. اهلا، تشكر فرانس 24 على هذه الاستضافه. سيد الراحلي، أنت تترأس شركة مختصة في تقديم الاستشارات في المجال العقاري، في المجال الهندسي، خاصة في أفريقيا. يعني الاستثمار اليوم في أفريقيا، هل هو محفوف بالمخاطر؟ هل له العديد من الإيجابيات، أم ربما أن الاستقرار السياسي في بعض الدول الأفريقية يعني يعود بالجوانب السلبية على هذا النوع من الاستثمارات في أفريقيا؟ تماما، لي الشرف ندير بعض الاستشارات لبعض الشركات الكبرى التي تستثمر في افريقيا. وفعلا ما بين المشاكل التي تتلقاها هذه الشركات والمشاكل الاستقرار السياسي كجميع المستثمرين تبغوا بأنه الاستثمار ديالهم يكون مضمون ويكون وفي بعض الدول الافريقيه فعلا هذا المشكل مطروح. ولكن بغض النظر من هذا، الحمد لله قبل جميع الشركات اللي عندنا دابا حاليا ما تستثمروا الا بالشروط التي خصها تكون باش يحتفظوا على الاستثمار هذا، وفي نفس الحال بجميع الشروط التي البلد المضيف باش يكون حتى هو يستافد من ذاك الاستثمارات ويستافد ما بين ذاك سميتو اون فيت لا ريغل وين وين. نعم، يعني رابح رابح. يعني هل هذا يفسر أن العديد من الاستثمارات بمليارات الدولارات باتت تتهاطل اليوم على القارة السمراء؟ يعني لماذا يستثمر الكثيرون في أفريقيا دون غيرها؟ افريقيا لانه كما يعلم الجميع افريقيا مازال في طور الانجازات كثيره، اوراش كثيره، لانه بالنسبه للبلدان التي نعرفها سميتو افريقيا ما زالت على أرض خصبة للاستثمارات. كثيرا 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 من الاستثمارات الأولية، من البنية التحتية، في جميع المجالات. في العقار كثير، مشاكل كثيرة في العقار، في لي زيكيبمون، المدارس، المستشفيات، في جميع كاين واحد النقص كبير كبير جدا جدا. ولهذا كجميع الدول يعني في نفس هذا الإطار، يعني المغرب توغل باستثمارات ضخمة في العديد من القطاعات: التأمين، الصحة، الطيران. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا التوجه المغربي نحو الجنوب، يعني عوض التوجه نحو الشمال، نحو أوروبا الشريك الاقتصادي الأول؟ أنا ما أظن كاين واحد العلاقة عاطفية وتاريخية ما بين المغرب والدول الإفريقية. حاليا بعد الحمد لله ما الملك محمد السادس مع جميع الجهود الكبيرة الكبيرة الذي عمل لهذه الدول، هي اللي جعلت باش تفتح الباب لهذه الاستثمارات وتفتح الباب نحو إخواننا الأفارقة باش يقدروا يستافدوا من الخبرة الكبيرة ديال المغرب اللي استطاع الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة للوصول للإنجازات التي الكل يعرفها في المغرب. وبدأنا الحمد لله عندنا واحد الخبرة ديال الأطر كبار اللي استطاعوا الآن في جميع الميادين، في جميع ميادين كثيرة، منهم من الفلاحة إلى العقار إلى سميتو الخبراء ديالنا، باش يتواصلوا مع الإخوان الأفارقة اللي عندهم أطر تما كفء، اللي بدينا تنخدموا جميعا يد في يد بواحد العلاقة اللي نقولوا أخوية بكل صراحة. غالبا هذا النوع من العلاقات اللي استطاع المغرب تخلقها، بأنه ماشي هو الربح هو الأول. كاين علاقة إنسانية، علاقة ديال ثقافية كبيرة، وتلقاو راحتنا بكل صراحة تنعتبروا بأنه هذه الدول مقربة جدا حتى ثقافيا تلقاو راحتنا في العمل مع إخواننا الأفارقة.
يعني يرى الكثيرون أن الاستثمارات الفرنسية في أفريقيا تراجعت بشكل كبير مقارنة مع دخول الصين، اليابان، بل حتى المغرب. يعني كيف يمكن أو كيف تنظر اليوم فرنسا إلى هذا التوغل المغربي في أفريقيا بهذه الاستثمارات الضخمة؟ هل ترى فيه منافس أم ربما مكمل لاستثماراتها؟ والمغرب يعني يقول أنه يريد أن يكون حلقة وصل بين الشمال والجنوب. انا ما اظن خلال تجربتي الخاصه والعديد ديال الزيارات اللي قمت في هذه السنوات الاخيره للدول الافريقيه، تبان لي بانه هذا تكامل ديال العلاقات اللي كانت تاريخيه ما بين المغرب والدول الافريقيه، واستطعنا الان تنحسوا سور لو بلون هيومان بانه كاين واحد التقارب اللي هو فعلي. وتلقاو، انا عاود نقول، تلقاو هذوك الناس تلقاو معاهم حتى حنا راحتنا، لانه ثقافيا تنهضروا نفس نفس الثقافه، نفس اللغه، كاين واحد التقارب اللي غالبا على ما اظن، بون هذاك يمكن مشكل سوسيولوجيك، بانه العالم الغربي غالبا مازال ما لقاش واحد طريقه كيفاش غادي تتعامل هذا. وكاين التاريخ حتى هو، ما نساوش بانه كاين تاريخ، فرنسا عندها تاريخها مع المستعمرات السابقه في افريقيا. هي غالبا خصها تشوف كيفاش تقدر هذه المشاكل تحلها، وكيفاش هذا. حنايا حاليا تنحسوا براسنا ما عندناش نهائيا ذاك النظر ديال لا مستعمرين، حنا نظره متعاليه عاديه، بانه عندنا خبره في المغرب الحمد لله، واستطعنا ما بين الدول الكبيره في افريقيا، لانه ما نسوش بانه حنا افريقيين وعندنا خبره كبيره اللي وبغينا اون فو لا بارطاجي مع دوك الناس، بغينا هذه هي الفكره ماشي اولا وقبل كل شيء الربح كما تقول. الفكره هي دوك كيف الحمد لله استطعنا وصلنا المغرب واحد الانجازات كبرى عاليه اللي معترف بها عالميا حاليا، واللي الكل راه تيشوف هذا سميتو. بغينا هذا لو سافوار فير اللي ولا عندنا الحمد لله في المغرب نقسموه مع اخواننا الافارقه. هذه تنظن هي الفكره اللي كاينه، وهما تتقبلوها. وحاليا باش نستجب للسؤال ديال سيادتكم، تنظن فعلا دابا المغرب ولا ان اليمون اسونسيال في عامل اساسي في التطور ديال افريقيا بالجميع. وما على ما اظن بوابه لا بد منها، خاص جميع الدول تدوز منها، لانه حتى من الجانب كما نقول اللغوي الثقافي، التقارب ديال الافارقه بعضياتها تيجعل بانه مكانه المغرب في افريقيا خاصه جدا. وهذا بكل صراحه بعد العمل الذي قام به الملك محمد السادس، اللي هو اللي استطاع باش يفتح واحد المجال كبير 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 جدا، وبالعاطفيه اللي عنده مع هاد الشعوب، اللي عاطفيه صريحه وكامله واخويه، وهذاك باش تنحسوا باش. نعم، يعني في هذا المجال المغرب كما تفضلت بالذكر قبل قليل يريد أن يكون المركز المالي الاستثماري الاقتصادي والسياحي أيضا بين الشمال والجنوب. ولكن هل المغرب اليوم مستعد له الطاقات البشرية والبنى التحتية من أجل أن يكون هذه الحلقة، حلقة الوصل بين الجنوب والشمال؟ نعم فعلا، هذه حقيقة الآن كاينة على أرض الواقع. الشركات الكبرى المغربية التي عندها مصداقية عالمية، مصنفة عالمية، حاليا تخدم في إفريقيا وتعطي نتائج. وهذا الشيء لحد الان، حتى الخدمات اللي توفروا هذه الشركات المغربيه في افريقيا، الافارقه اخواننا الافارقه جد مسرورين، لانه انا كشاهد عيان، لانه خلال الزيارات اللي تنشوف تلقاو واحد النوع ديال الراحه، لانه بحال غادي نقولوا بكل سهوله حتى المنتجات المغربيه تنديروها على قد المستطاع ديال المستهلك الافريقي تماما. لانه عندنا خبره الحمد لله اللي قدينا عليها من بلادنا، اللي في واحد السرعه ديال 15 سنه او هذاك استطاع المغرب باش ينفذ اللي ما داروش الدول
منذ عشرات ديال السنين دون اعتمادها على الشريك الاقتصادي الأول أي الاتحاد الأوروبي. يعني كيف يمكن اليوم لفرنسا أو الاتحاد الأوروبي أن يتقبل هذه الفكرة أن المغرب بات حلقة الوصل، يعني يفوز بالصفقات وبالاستثمارات، يعني وفي القريب أو ربما في الماضي القريب كانت فرنسا وكان الاتحاد الأوروبي يعني يلعب في ملعب، كانت يعني أفريقيا ملعب فرنسا. كيف يمكن أن يتقبل هذه الفكرة؟ هذا هم مجبرون ربما أم لديهم خيار آخر؟ تنظن دابا حاليا جميع البلدان تيقلبوا على المصالح ديال المواطنين ديالهم، وما تتجهوا الدول الافارقه الشركات المغربيه الا وتلقاو راحتهم وتلقاو الطلبات ديالهم وتلقاو جميع المواصفات اللي هما تيديروا هذه الصفقات. لانه ما نساوش بانه ولاو عندنا دابا شركات كبرى معترف بها عالميا في المغرب اللي تقوموا بخدمات باثمنه غالبا احسن من الاثمنه المتواجده في السوق الأوروبية، لأنه هذا شيء عادي. الإنسان غادي يقلب هذا اللي غادي يدير صفقة، غادي يقلب على الربح أو الربح أو الأثمنة تكون سميتو. وهو اللي خصنا عاوتاني نركزوا عليه. المغرب عنده واحد خبرة كبيرة في بعض الميادين، لأنه حتى هو دولة اللي استطاعت تقوم بزاف ديال زافونسي. نعم، تقدم في هذا كثير في هذا الخدمة. عندنا مازال حاليا خبراء اللي مثلا في مثال نعم. مثلا في الخدمات اللي دارت في المغرب فيما يخص البناء العشوائي، مثلا في البناء هذاك سميتو. المغرب استطاع كامل، دوك عنده خبرة. الدول الاوروبيه غالبا هذه الخبره ما بقاتش عندهم، لانه النوع ديال المشاكل ما بتروحش عندهم. مثلا هذا عبر مثال. احنا في المغرب عندنا اون اكسبيريونس، عندنا شركات اللي تعرفوا يصوبوا السكن الاقتصادي، اللي تعرفوا يصوبوه وتجتهدوا اكثر من ذلك تيحاولوا يادابتيوه المواصفات الافريقيه، لانه السكن الافريقي ماشي مثل لا سيلول فاميليال. نعم، ونتمنى لك كامل التوفيق. شكرا جزيلا لك المهندس صلاح الدين الراحلي الخبير في الاستثمار الافريقي. شكرا مره ثانيه. وشكرا لكم انتم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه من برنامج ضيف الاقتصاد. اعود والقاكم في عدد جديد، وانتم بالف خير. الى اللقاء.